تخيل نفسك 19 سنة وبدل ما تفكر إنك تخرج مع صحابك تلاقي نفسك داخل في حرب مع 3 جيوش، لأن في سنة 1956 الإنجليز وفرنسا وإسرائيل كانوا داخلين على مصر زي النار والبلد كلها بتولع. وفي وسط ده كله كان في ولد اسمه محمد مهران، وده كان من ضمن الشباب اللي في المقاومة الشعبية في بورسعيد، وهو قرر إنه يعمل حاجة ما كانش حد يجرؤ إن هو يعملها ساعتها، وده كان بسبب إن العدو كان حاطط خطته القذرة إن هو هيفجر قناة السويس كلها لو المصريين فكروا إن هم يرجعوا. كابلات متفجرات وجنود في كل حتة، والموت حرفيا كنت بتشم نفسه حواليه. بس مهران كان عنده رأي تاني، لأنه كان شايف إن لو قناة السويس دي انفجرت مصر كلها هتغرق، فقرر إن هو يخش بالليل ولوحده ومن غير سلاح علشان يقطع السلك اللي هيفجر قناة السويس. تخيل تمشي جوه الضلمة، كل خطوة ليك ممكن تبقى الأخيرة، لكن قلبك ساكت ومصمم إن هو يكمل المشوار لآخره ويعمل اللي هو عايزه. والحمد لله وصل للكابل ومسك السلك وشده وكليك سكت كل حاجة. وده بسبب إن القناة ما انفجرتش، بس الإنجليز مسكوه وعذبوه وخسر عينه. بس لما سألوه بعدها قال لك أنا ما خسرتش عيني، أنا كسبت بلدي. ومن يومها الناس بتذكر اسمه باحترام، مش عشان كان بطل خارق، لأ، بس عشان كان مصري أصيل وشجاع. البطولة مش دايما بتكون في البندقية، البطولة ساعات بتبقى في قلب قال لأ في وش الخوف. ولو المعلومة مش واصلة اسأل واسطة.